مدام كليو موجودة؟ مين عايزها؟ بوليس الآداب. هذا وقد تم القبض على زعماء الحركة الطلابية: أحمد عبد الله رزة، أحمد أمين، عزة غانم، أمينة محمد، ياسمين جورج، حلمي كمال المصري، محمود الشابة، عزة الخميس، محمد توفيق العدل. وانت تعرفي المدعوة انا من قد ايه؟ انا ما اعرفهاش، دي مجرد زبونه عندي. يا مدام الانكار مش هيفيد بحاجة، كل التسجيلات فيها اسمك، وبعدين احنا بنراقب تليفوناتك بقالنا اكتر من شهر. يا مدام ده انتم محددين لكل واحدة سعر. انا ما اسمحلكش. اهدي كليو اهدي يا فندم، دي وشاية حقيرة. يا محمود بيه احنا بنراقب المحل بقالنا 3 شهور. انا عارف الوضع قد ايه محرج بالنسبة للمدام وبالنسبة لحضرتك. ده مش بس كده، ده العائلات الكبيرة اللي معظم بناتهم زباين عند المدام. عموما انا هوكل لها محامي، حقها، ومن حقها كمان انها ما تتكلمش الا في وجوده. طبعا، وانا من حق احجزها لحد ما تتعرض على نيابة الآداب. ازيك يا نانا؟ تمام يا حسين بيه. تمام التمام. ادي المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه، وادي باسبور فيه فيزا بيروت. على هناك عادل ما تجيش الا لما اقول لك. وهشتغل ايه هناك بقى؟ زي ما كنت بتشتغلي هنا. جرى ايه؟ هنا علاقاتي كتير وحبايبي. خلاص هبعت لك اول كل شهر مبلغ عشان تعيشي بيه مبسوطه. المهم تنسي تليفوناتي خالص. وهكلمك ازاي؟ انا اللي هبقى اكلمك. ايوه بس من غير بس، كلامي يتنفذ وبالحرف. توصلها المطار، باع الطيارة يجي 5 ساعات يعني يا دوب. وانتي هبقى اشوفك في بيروت. انا جيت لك بالعافيه، قلت لماما ان انا رايحه درس وجيت احذرك. تحذريني من ايه؟ كنت ماري حكت لماما كل حاجه. يا نهار اسود. منعتني ان اشوفك او حتى اقعد معاك. يا سلام. لوحدنا يعني. مش عارفه اعمل ايه، لازم نبعد عن بعض شويه. مريم، احنا مخلوقين لبعض. عارفه. كلها سنه واخش الجامعه وهشتغل واجي اخطبك. انت ناسي انك مسلم وانا مسيحيه؟ لا مش ناسي، بس عمري ما حسيت ان ده ممكن يمنع حبنا يعني. عموما لازم امشي دلوقتي. طب انا هبقى اشوفك ازاي؟ مش عارفه. ازيك يا عم؟ ازيك يا مريم؟ وازاي ست بولين؟ الحمد لله. بيسلمي لي عليه. حاضر. اوعى ابوك يقول انه شافني هنا، دي تبقى مشكله. طمني. مالها مريم يا مصطفى؟ لا ما ملهاش يابا، بس والنبي يابا اوعى تقول لحد انها جت هنا. شوف يا درش، انا طول عمري بعاملك على انك راجل، بس بصراحه كده عمايلك دي مش عمايل رجال. وانا عملت ايه بس يابا؟ عيب يا مصطفى، ده اخوها صاحبك، ودول ناس حبايبنا وجيراننا واكتر من الاهل كمان. يعني مريم دي لازم تحافظ عليها زي اختك بالظبط. يابا اصل انت مش فاهم. لا أنا فاهم، وفاهم كويس قوي، واللي في دماغك ده مش هيحصل أبدا. انتوا لسه عيال، ومن الآخر كده تقصر الشر وتحفظ العشرة وتحافظ على الناس وتسيبهم في حالهم. هذا وقد أمرنا نحن وكيل النائب العام أولا حبس المتهمة كليو تسكانيني 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى لها التجديد في الميعاد. ثانياً سرعة ضبط وإحضار المدعوة نانا. اما نشوف بقى هيروح يقابل السيد المحافظ ازاي سيادة عضو مجلس الشعب القادم. بس ده كتير قوي يا حسين بيه. كتير؟ من امتى الحنية دي؟ لا هي مش حكاية حنية ولا حاجة، بس دي خبطة جامدة قوي يعني. يا سلام، اما عمل معايا حركة المراكب وخلاني ماشي في الشوارع زي الجزارين ما كانتش جامدة؟ هو اللي ابتدى يا مسعد. بمناسبة الجزارة يا باشا، عملت لنا ايه في موضوع الجمعيات التعاونية؟ من بكره هيصدر قرار ان جميع اللحوم اللي في الجمعيات التعاونيه في اسكندريه هتبقى من مزارعنا. واحنا مزارعنا هتكفي يا باشا؟ يا سيدي لو ما كفتش نبقى نستورد. خلوا الشعب ياكل زي ما محمود المصري كل على قفاه. على فكره انا رقيتك وعينتك مدير اداره التسويق في مشروع اللحوم الجديد.
ربنا يخليك ليا يا حسين بيه، بس انا في الحقيقه ما بفهمش في اللحوم، انا بالعافيه بفرق بين فراخ الجمعيه واللحمه البتلو. يعني انت كنت بتفهم في المراكب؟ الو. ايوه يا اكرم بيه. ايوه يا حسين. ازيك يا سيدي؟ ممكن تفهمني بقى حكايه محمود المصري وخطيبته دي ايه بالظبط؟ ايه رايك في تلميذك بقى؟ قلم ما يفوقش منه طول عمره. طبعا انا. امال يعني تفتكر مين اللي عمل كده؟ معقوله يا حسين اللي انت عملته ده؟ ايوه يا سيدي زعلان، لانه قلت لك مليون مره بلاش البلطجه بتاعتك دي، لكن مفيش فايده. مع السلامه مع السلامه. حسين الدهشان اللي عملها مظبوط؟ تصور القذاره بتاعته وصلت لحد ايه؟ ما هي حرب، حرب يا اكرم بيه. حرب ايه يا بهجت؟ انا افهم اخد منه صفقه، اخسره 1,000,000 جنيه، اخليه يشحت، انما توصل الحكايه لاعراض واداب؟ لا. وبعدين حسين الدهشان ده ما يخشليش مكتب بعد كده. ازاي بس يا اكرم بيه؟ ده من رجالتنا المخلصين. خلينا في شغلنا. في كام طالب عندك دلوقتي؟ كتير. سكنتهم؟ حصل. والمرتبات؟ زي ما حضرتك امرت بالظبط. خلاص. وضب لي سياره معاه. تشرب قهوه يا محمود بيه؟ انا شارب 3 قهوه لغايه دلوقتي. يا ريت بس تشوف لنا سياده المحافظ خلص اللجنه اللي عنده ولا لسه. متهيألي هيبقى صعب تقابله النهارده. طب ما قلتش كده من الاول ليه؟ كلام سيرك يا محمود بيه، مفيش داعي تحرجه اكتر من كده. احرجه؟ ليه؟ حرامي ولا تاجر مخدرات؟ ماشي مش هحرجه، بس عموما نقول له احنا متشكرين قوي قوي قوي، وقول له كمان ان الكرسي مش دايم لحد، هو هيبقى محافظ سابق وانا هفضل طول عمري موجود وحاضر وبيه كمان. ولا لما كان عايز يشغل ابن اخته كنت حبيبه، ولما بعت لي اصحابه عشان اعمل لهم تسهيلات في التصدير كنت اعز الناس عنده. عموما ماشي، قول له بكره يعرف مين هو محمود المصري. ايه رايك يا اكرم بيه؟ كويس. على العموم اجمعهم دلوقتي عشان نفطر سوا واتكلم معاهم، وبعد الفطار تجيب عربيه وتبعتهم لاهاليهم يقضوا العيد معاهم، وبعد العيد يرجعوا على طول. تحت امرك يا اكرم بيه. وبعدين معاكي بقى يا عليا اللي علينا، والواد مرمي في السجن. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي هو ابنك في السجن عشان سرق ولا قتل؟ ابنك في السجن عشان بيقول كلمة حق، بيقول رأيه، والبلد كلها معاه.